عمرك سألت نفسك ليه في ناس حضورهم قوي وكلامهم مسموع وأي مكان يدخلوا فيه يسيبوا أثر؟ وفي المقابل في ناس طيبين لكن محدش بياخد رأيهم على محمل الجد. الفرق هنا اسمه الشخصية القوية. والنهاردة في قناة كملها هنعرف مع بعض إزاي تبني الشخصية دي خطوة بخطوة. لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل إعجاب واشتراك وتفعل جرس الإشعارات على الكل عشان يوصلك كل المحتوى الجديد أول بأول إن شاء الله. أولا، يعني إيه شخصية قوية؟ الشخصية القوية مش صوت عالي ولا عصبية. الشخصية القوية هي قدرتك إنك تؤثر في الناس بشكل إيجابي، تحكم على الأمور بعقلانية، تاخد قرارات واعية، تتعلم من الماضي وتخطط للمستقبل بثقة. ثانيا، طرق وأساليب تقوية الشخصية. 1. اتخاذ القرار بجرأة. أقوى الناس هم اللي بيعرفوا يقرروا. ما ينفعش تسيب حياتك في إيد غيرك. فكر، قيم، واختار حتى لو القرار صعب. 2. الإصرار على الحق. ما تسيبش حقك يضيع. عبر عن رأيك بهدوء. اسمع للآخرين. استخدم منطق وحجج قوية. استقبل النقد بدون عصبية. 3. الهدوء والسيطرة على النفس. الشخص القوي مش اللي يثور. القوي هو اللي يعرف يسيطر على مشاعره وقت الغضب. 4. قول لا بثقة. مش كل طلب لازم تقول له حاضر. قل لا بأسلوب محترم من غير تبرير زيادة ولا إحراج. 5. قوة الحياة النفسية. لو نفسك من جوه ضعيفة شخصيتك هتفضل ضعيفة. قوي إرادتك وخلي عندك دافع حقيقي للحياة. ثالثا، صفات الشخصية القوية. الشخص القوي يتميز بإرادة قوية، حكمة وذكاء، قدرة على التكيف، مهارة في الإقناع، علاقات اجتماعية ناجحة، عدم التسرع في الحكم، الصبر وعدم اليأس، تطوير مستمر للنفس، تحكم في الانفعال. رابعا، ممارسات الشخصية القوية. الشخص القوي يشجع الناس من حوله، يلاحظ التفاصيل، يتبادل الأفكار، يحفز الآخرين، يضع أهداف واضحة، يخطط وينفذ، يجمع بين العقل والعاطفة، يوجه الناس بدلا ما يتحكم فيهم. لو عايز تكون شخصية قوية ابدأ من قرار صغير، كلمة حق، موقف شجاع، لا في مكانها، ومع الوقت هتلاقي نفسك بقيت شخص تاني خالص. ولو حابب تكمل طريقك في تطوير نفسك اشترك في قناة كملها وخليك دائما أقوى نسخة من نفسك.